عملت مع أخو جوزها اللي مستحيل عقلك يتخيله، دخلت في علاقة غير شرعية مع أخو جوزها، وفي الآخر استخدمت سحرها عليه علشان يتخلصوا من الأخ. بشاير شيطانة الجيزة 26 سنة، متجوزة من كامل صلاح من حوالي 11 سنة، وعندهم 3 أولاد وعايشين في بيت بالشراكة مع أخو كامل الكبير واللي اسمه أحمد صلاح 33 سنة. البيت مكون من دورين، الدور الأرضي ساكن فيه كامل ومراته بشاير وأولادهم، أما الدور التاني ساكن فيه أحمد. القصة بدأت من حوالي 2 لما كامل وأحمد كانوا مسافرين للسعودية بيشتغلوا هناك، فكانت بشاير بتتصل تطمن على جوزها، والوقت اللي كان ما يردش عليها كانت بتتصل على أخو أحمد علشان تطمن على زوجها. ومن هنا بدأ يحصل بين بشاير وأخو زوجها كلام واستلطاف، وأحمد عجب بشاير جدا وبدأت إنها تكلمه على طول في التليفون وهو استجاب ليها، وفضلت تتودد ليه في الكلام لحد لما دخلوا مع بعض في علاقة غير شرعية في التليفون. وبعد مرور حوالي 5 شهور على المكالمات دي، أجازة أحمد وكامل جه ميعادها، والمفروض إنهم كل سنة بينزلوا الأجازة سوا، لكن وقتها أحمد قال لكامل ينزل أجازته هو الأول، وبعد لما يرجع هو هينزل أجازة، وتحجج له إنه عايز يخلص كام حاجة هنا، لكنه كان مرتب إنه ما ينزلش مع أخوه الأجازة علشان بعد كده لما ياخد أجازته يبقى براحته مع مرات أخوه. وبالفعل ده اللي حصل، كامل نزل أجازته وقضاها مع مراته وأولاده، وبعد الأجازة رجع للسعودية تاني. بعدها على طول أحمد بينزل الأجازة، وبحكم إنه كان ساكن في نفس البيت اللي فيه مرات أخوه فكان بيتردد عليها من غير ما حد يشوفهم. وبدأت بشاير إنها تستقبله بحب أكتر ما استقبلت جوزها، كل مرة كانت بتحاول تظهر له مفاتنها وتلبس وتتزوق، لحد لما أحمد ما قدرش يستحمل ودخل مع مرات أخوه في علاقة غير شرعية. واستمرت العلاقة دي فترة أجازة أحمد بالكامل لحد لما أدمن العلاقة مع مرات أخوه بشاير، علشان كده قرر إنه يستقر في بلده وما يسافرش تاني. وبالفعل ده اللي حصل، أحمد بيرجع للسعودية علشان يصفي شغله، وبيقول لأخوه إنه هينزل مصر ويستقر فيها لأنه تعب من الغربة، بس اتفاجئ لما كامل قال له نفس الكلام، إنه برضه تعب من الغربة وعايز يستقر في بيته مع مراته وأولاده. وقتها الأخين أحمد وكامل نزلوا لقريتهم واشتغلوا في المقاولات، ورغم انهم كانوا بيشتغلوا سوا لكن احمد كان بيقدر يسرق الوقت اللي بيقضيه مع بشاير في غرفة نوم اخوه بيخونه على سريره. وفضلت علاقتهم مستمرة لمدة 2. وقتها بشاير كانت أدمنت العلاقة مع عشيقها وكرهت جوزها جدا، لدرجة إنها بدأت تنفر منه وتبعد عنه كل ما يطلبها لعلاقتهم الزوجية. وقتها الزوج بدأ يحس إن في حاجة غريبة مش طبيعية في مراته وبدأ يشك فيها. وفي ليلة حمرة كان الشيطان فيها بشاير وعشيقها بعد ما بيقضوا مع بعض علاقتهم الغير شرعية، بشاير بتقول لعشيقها على شك أخوه فيها لأنها ما بقتش تديله حقوقه الزوجية وخايفة لعلاقتهم تتكشف. وقتها العشيق بيفكر في فكرة شيطانية، وهي إنه يتخلص من أخوه لأنه ما بقاش قادر يستغنى عن بشاير مرات أخوه، وقال لها إن مفيش طريقة غير إنهم يقتلوه، لأنها لو فكرت تتطلق من أخوه فهيكون صعب يتجوزوا بسبب المشاكل اللي أخوه ممكن يعملها، إنما لما يتخلصوا منه هيتقابلوا براحتهم ومحدش أصلا هيشك فيهم لأنهم ساكنين في بيت واحد ودخولوا وخروجوا على البيت طبيعي. واتفقوا على الخطة سوا، واللي كان كل واحد فيهم له دور. بشاير هتشتري قطعتين جاتوه تأكلهم لجوزها بإيدها، أما أحمد هيشتري السم اللي هيحطه في الجاتوه لأخوه. ويوم الواقع 8 فبراير عام 2024 الزوج بينزل على شغله، بعدها بشاير بتنزل تشتري قطعتين جاتوه من محل حلويات ب22 جنيه. في نفس الوقت أحمد كان اشترى سم فيران ب10 جنيه ورجع على البيت على طول. بشاير بتفتح له باب الشقة وبتستقبله، وأحمد بيسألها جابت الجاتوه، فبشاير بتقول له وبتديهوله. بعدها أحمد بياخد الجاتوه ويحط السم عليه بين الطبقات وعلى الوش، وبعد ما بيخلص بشاير بتاخد الجاتوه وتخبيه في النيش وتقفل عليه بالمفتاح. واحتفالا بتنفيذ أول خطوة في خطة بشاير وأحمد بيدخلوا في علاقة غير شرعية مع بعض. بعدها أحمد بيخرج من البيت ويروح يقعد مع أصحابه، وبعد كام ساعة الزوج بيرجع للبيت، وبشاير بتستقبله أحسن استقبال وتقول له إنه وحشها جدا ومشتاقله، وبتفضل تهزر معاه وتدلع عليه. وبعدها بيدخل غرفة النوم وبشاير بتجيب له قطعتين الجاتوه وتقول له إنها جابتهم له علشان يحلي، وكمان بتأكله بإيدها وتقول له إنها هتروح الحمام علشان تغير هدومها وترجع له علشان يدخلوا مع بعض في علاقة زوجية. وبالفعل بتسيبه وبتطلع بره الغرفة، لكنها بتدخل غرفة أولادها اللي كانوا نايمين وبتقفل الباب على نفسها. في نفس الوقت الزوج كان على السرير، فجأة حس بتقطيع في بطنه وفضل يصرخ ويستنجد من شدة الألم وصوته كان عالي جدا. في اللحظة دي بشاير خافت لحد من الجيران يسمعوا،
بسرعة اتصلت على أخو جوزها وقالت له إن أخوه بيصرخ في الغرفة ومش عارفة تتصرف إزاي وخايفة للجيران يسمعوا صوته وينجدوه. في نفس الوقت أحمد كان قاعد مع 2 من صحابه، فقال لصحابه يوصلوه بالتوك توك، وبعد ما وصلوه للبيت قال لهم يستنوه هنا، فسابهم بره ودخل هو شقة أخوه. وأول لما خبط على بشاير فتحت له الباب ودخلوا الاتنين سوا على غرفة أخوه، لقوا كامل ماسك بطنه ونايم على السرير وبيصرخ وبيتقطع من شدة الألم. ووسط صراخه كامل أول لما شاف أخوه ابتسم وقال له الحقني يا أخويا. كامل كان فاكر أخوه هينجده، لكنه اتفاجئ لما لقى أحمد بيخلع الشال اللي على رقبته وبيلفه حوالين رقبة كامل. كامل من ألامه وتعبه مش فاهم إيه اللي بيحصل. أحمد لف الشال حوالين رقبته جامد وفضل يشد فيه من ناحية وبشاير بتشد من الناحية التانية بكل جبروت وغل لحد لما كامل مات. وبعد لما اتأكدوا من موته أحمد أخد الشملة ورجعها تاني على رقبته ولا كأن في أي حاجة حصلت. بعدها أحمد خرج لأصحابه وقال لهم أخوه تعبان ويجوا علشان يساعدوه في نقله علشان يودوه المستشفى. وبالفعل أحمد أخد أخوه وركبوا التوك توك وبشاير معاهم وراحوا على المستشفى. ولما الدكتور كشف على كامل لقاه جاي أصلا متوفي، وبالمعاينة الظاهرية الدكتور لقى آثار خط أزرق حوالين رقبة كامل، فالدكتور شك في شبهة جنائية وبلغ رجال الأمن. وقتها أحمد وبشاير اتفاجئوا بوجود رجال الأمن قدامهم في المستشفى، وبمعاينة رجال الأمن للجثة بيلاقوا علامة زرقاء حوالين رقبة كامل، فبيستجوبوا أحمد اللي بيقول إنه اتفاجئ باتصال من بشاير مرات أخوه بتقوله إنه كامل تعبان، ولما راح لقى أخوه ماسك بطنه وبيتألم فأخده للمستشفى. أما باستجواب بشاير فقالت إن جوزها أكل جاتوه وكانوا بيستعدوا لعلاقة زوجية، لكنها لقيته بيصرخ فاتصلت بأخو جوزها أحمد، ولما جه نقله للمستشفى. لكنها قالت ثغرة مهمة جدا إن جوزها مات قبل نقله للمستشفى، وده كان على عكس كلام أخو الزوج اللي قال إنهم نقلوه وكان أخوه لسه عايش. وبيتم تحويل الجثة للطب الشرعي وبيطلع التقرير اللي بيقول إن الزوج في سم في معدته لكنه ما ماتش بالسم، مات عن طريق الخنق. وبالضغط على الزوجة بتنهار وتعترف على الواقع بالكامل. كمان أحمد أخو جوزها اعترف على الواقع وقال إنهم ودوه المستشفى علشان تصريح الدفن يخرج بسهولة بعد ما الدكتور يكشف على كامل وما يلاقيش في أي إصابات وإن الموتة طبيعية أو حتى تسمم أكل. ما تخيلش إنه يتكشف بسبب العلامة البسيطة اللي كانت بسبب الشال اللي كانت موجودة على رقبة كامل. فين أحمد صلاح؟ فين بشاير عبد الحميد؟ لعلاقة آسمة نشأت بينكما. القضية دي كانت من أكبر قضايا الرأي العام 2024، علشان كده تم الحكم فيها في نفس السنة من محكمة جنايات الجيزة على أحمد صلاح وبشاير عبد الحميد بالإعدام شنقا. حضورية بإجماع آراء أعضائها عاقبت كل من أحمد صلاح راشد حسن بشاير عبد الحميد سلامة بالإعدام شنقا. القصص اللي زي قصة بشاير بتعلمنا إننا نحذر حتى من أقرب الناس لينا، الزوجة اللي خانت أمانة وثقة زوجها، والأخ اللي مفروض يكون السند والعون. وحقيقي الثقة لازم تكون بحدود، لأن دي كانت نتيجة غياب الحدود الواضحة والثقة المفرطة. الثقة شيء مهم لكن لازم يكون فيها حدود علشان تحمي نفسك، لأن الخيانة ما بتجيش فجأة، دايما بيكون فيها إشارات زي نفور بشاير من العلاقة الزوجية مع زوجها، وإصرار أحمد إنه ما ينزلش أجازة مع أخوه وصمم إنه ينزل لوحده. الخيانة صعبة لكنها جزء من الحياة، لازم نتعامل معاها بحكمة وقوة.